هلو. تخيل تصحى من النوم تلاقي الشباك مش موجود. لا بجد مش بهزر، الشباك وقع. تيجي بقى تبص للسما تلاقيها عاملة زي شوربة العدس بس لونها اسود. تفتح الموبايل مفيش شبكة، مفيش انترنت، مفيش اي حاجة اصلا. بس اهم من كل ده، فين الشارع؟ فين الناس؟ الله، هو فين المدينة اصلا؟ تقول لي ايه ده يا فالح؟ هو انت بتهزر؟ انت بتهزر؟ لا انا بتكلم بجد، هو ده حصل فعلا. عشان تسمع القصة اشترك في القناة واعمل لايك ويلا بينا. زمان كان في مجموعة من العلماء متجمعين مع بعض. التجمع ده كان اسمه منهاتن. طبعا ده مش اسمه مول، لا مش اسمه مول، ده اختراع. هتقول لي خير، كانوا متجمعين ليه؟ اقول لك لا، هو في الحقيقة مش خير خالص. هم كانوا متجمعين علشان يخترعوا القنبلة الذرية. دول كانوا 130 ألف عالم. المشروع ده كلفهم 2 مليار دولار وقتها. دلوقتي 25 مليار دولار لو هنحسبها بنفس الحسبة بتاعت دلوقتي. المشروع كان تحت قيادة أمريكا، وكان في ناس يهود اللي هربوا من هتلر. استنوا هعمل لكم حلقة عن هتلر الحلقة الجاية. الناس اليهود اللي هربوا من تحت ايد هتلر راحوا أمريكا عشان يشاركوا في القنبلة الذرية دي. وطبعا من أشهر العلماء اللي شاركت كان اوبنهايمر. ده كان بيفهم في الهندسة أكتر من شرب القهوة، وده اللي قال جملته المشهورة: أنا قد أصبحت الموت ومدمر العالم. القصة بتبدأ معانا من يوم زي النهاردة كده الصبح بدري، الساعة 8 وربع بالظبط، يوم 9 أغسطس 1945، وعلى ارتفاع 10 كيلو متر اترمت القنبلة. القنبلة كان وزنها 4.5 طن. انت متخيل؟ كان اسمها ليتل بوي. وطبعا أول ما القنبلة دي لمست الأرض انفجرت، ودرجة الحرارة وقتها في المكان اللي انفجرت فيه كان 4000 درجة مئوية. انت متخيل؟ يعني القنبلة دي الناس اللي كانت في الحدود بتاعتها حرفيا مش هيبقى ليها أثر. إنسان عاش ولكن مات من غير أثر. والناس اللي هي كانت على بعد 1 كيلو متر اتحللوا حرفيا، ما بقاش فيهم حاجة. زي بالظبط كده لما تكون قاعد بتعمل صورة على الفوتوشوب وفجأة تشيل الناس من الخلفية من وراك. بالظبط كده، القنبلة محت الناس على بعد كيلومتر. وطبعا السحابة السوداء غطت المنطقة كلها. وتاني يوم مفيش بيوت، مفيش أي شوارع، مفيش أي حركة. تخيل معايا إن أنت صاحي رايح شغلك فجأة تختفي، ما تبقاش ليك أي وجود. وتاني يوم المنطقة اللي كانت أبعد من 1 كيلومتر، واحد هناك كان بيقول إن أنا كنت ماشي ما كنتش عارف اميز ده مين وده مين من كتر التشوهات اللي عملتها القنبله. زي ما يكون كده انت فقدت الذاكره، ولكن ده اجباري. وطبعا مش بس ال 4000 درجه هي اللي قتلت الناس، لا، ده برضه القنبله النوويه فيها اشعاع بيموت، بيفضل شغال ويموت كل اللي حواليه ببطء شديد. وده اسوأ انواع الموت. انت ممكن القنبله تنزل عليك تختفي خلصنا، اما الناس اللي هي عاشت دي اللي هي عانت بجد. وطبعا الناس اللي عاشت بعدها بيومين 3 ماتوا بسبب الإشعاع، بسبب سرطان في الدم، بسبب تشوهات في الجسم. الأعضاء ما بقتش شغالة زي الأول. وبعد سنين كتيرة فضلت المشكلة قاعدة ومسيطرة على تشوهات في الأعضاء التناسلية، فما بقيوش قادرين يخلفوا. وبرضه في ناس في الغدد اتدمرت خالص، بقيت الغدد مش بتأدي وظيفها. ناس فقدت بصرها. وبرضه الأطفال اللي في البطون ما سلموش من ده، حصل لهم تشوهات. والرعب هنا إنك تكون حي بس مش متأكد هل جسمك هيكمل معاك ولا مش هيكمل. وكل اللي كانوا ناجين من القنبلة كانوا ماشيين وسط الناس كأنهم أشباح، عايشين ميتين حرفيا. ناس عايشة كأنها ميتة، عندها ذكريات من مدينة ما عادتش موجودة حرفيا، اتنسفت، اتمحت خالص. بيت باللون الأبيض والأسود بس بيسيطر عليها. ودلوقتي أقول لك أنا بتكلم على إيه. أنا بتكلم على القنبلة اللي نزلت في هيروشيما. اللي حصل في هيروشيما ده بيقول لنا إن الإنسان هو أكتر خطر بيهدد البشرية، إنه صنع قنبلة واحدة محت آلاف بل ملايين الناس من مدينة
كانت جميلة والناس بتطلع تروح شغلها واللي بيروح مدرسته، ما عادش فيه حد خالص. قنبلة واحدة علمت الناس إن البشر محتاجين أخلاق قبل ما يكونوا محتاجين علم، والعلم من غير أخلاق هيبقى علم سلبي وهيضر مش هينفع. فوانت بتتفرج أنا عايزك تفتكر إن ده مش فيلم، ده حصل حقيقة، وانت محظوظ إنك مولود بعيد عنه. فاشكر ربنا على كل نفس انت بتتنفسه، كل نسمة هوا بتعدي اشكر ربنا عليها إنك مش موجود في المكان اللي حصل فيه القنبلة دي. شكرا ليك يا صاحبي، ولو مستني لحد دلوقتي فبقول لك اعمل سبسكرايب واعمل لايك. شكرا ليك، سلام.